السلام عليكم يا رفاق، وحشتوني جدا 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 بجد. حاسه بقالي كتير جدا ما اتكلمتش معاكم باستفاضه. كنت طبعا في العشر الاواخر وقبلها كنت بمتحن، فالواحد ما كانش فاضي خالص، كان عايز يستغل اي حاجه من رمضان. الحمد لله على نعمه العيد، والحمد لله على نعمه رمضان، الحمد لله اللي بلغنا الايام دي. وزي ما قلت لكم قبل كده ان فتره العيد كانت من اكتر الفترات المثمره في حياتي والمتجه، يعني اول العيد لحد اخر السنه في حياتي كلها، مش في ثانويه عامه بس. كنت فعلا بذاكر كويس قوي وكنت منتجه كويس قوي. طبعا قلبت فكره جداول المراجعه اللي انا عملت لكم عنها فيديو، اللي هي جداول المراجعه. فالفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا. اولا هقول لكم على سيستم عام كده للعيد، وبعدين هقول لكم انا عملت ايه بالظبط، وارجوكم اسمعوا الفيديو للاخر، لان بجد ممكن يكون كام دقيقه بس هيمنعوكم من جلد الذات اللي انا كنت مغرقه نفسي فيه. انا بجد كنت مغرقه نفسي في جلد الذات ده. هما شويه كام دقيقه بس ما يريحكم ان شاء الله. ويلا بينا. اول حاجه السيستم بتاعكم زي ما علمتكم في جداول المراجعه والجداول الاسبوعيه. بصوا يا جماعه، في اسبوع العيد لازم تجيب ورقه وقلم كده وتخطط لاسبوع العيد كويس جدا. وتخطط بقى ازاي؟ على اساس ايه؟ على اساس ان انت يكون عندك هدف كبير. ايه الهدف الكبير ده؟ انك تخلص ماده. هدف كبير، ويكون في هدف صغير شويه حاجات معاه. مش فاهم حاجه. بصوا مثلا عندنا الفيزياء والكيمياء ده هدف كبير. انا مخطط ان انا اخلص الفيزياء في اسبوع العيد. الفيزياء منهج كامل. لو طبعا لو خلصت المنهج، يعني لو ما خلصتش المنهج ممكن ترجع اللي فات كله، مفيش مشكله خالص. فتخلص منها كامل مين في اسبوع العيد، اللي هو مين؟ اللي هو الفيزياء او الكيمياء. وانصحكم بماده تقيله مش ماده خفيفه، مثلا ادبي، تاريخ او جغرافيا. علم رياضه ممكن ياخدوا فيزياء برضو او كيمياء برضو، او ممكن اخد اي حاجه مثلا من منهج الرياضه، بس يكون منهج كبير، حاجه كبيره يا جماعه، حاجه كبيره كده تخلصوها. صدقوني يعني انا مش عارفه يعني اقول الحمد لله ازاي على ان انا خلصت الفيزياء في اسبوع العيد. قلت لكم كتير ان انا اسبوع اللي هو قبل الامتحان بتاع الفيزياء كان في العيد الكبير، انا كنت تعبانه جدا، ما ذاكرتش الفيزياء اصلا. ما ذاكرتهاش، انا كنت داخله بمذاكره العيد الصغير ده. فالعيد الصغير انت لازم تستغلوه اتم استغلال، لازم تخلصوا ماده كبيره فيه. طب ايه هي بقى الاهداف الصغيره؟ مثلا كنت اخد معايا جزء فرنساوي او بوكلت عربي كل يوم مثلا، وتعود نفسك على حل عربي كتير. وطبعا احنا كنا عملنا فيديوهات ازاي نراجع المواد الثانيه لسه ان شاء الله العربي. بس المهم يعني تحاول مثلا انك تحل لك بوكلت عربي، حل كتير عربي جدا، اللي هي الاهداف الصغيره. طب ليه مثلا ما اخدش مثلا ماده واحده في الاسبوع ده؟ هتمل. انا قلت قبل كده في الجداول بتاع المراجعه، هتنجز بس هتمل ومش هتنجز اسرع. لكن لو حطيت ماده ثانيه في الجدول بتاعك هتحس ان انت بتنجز اسرع. يعني مثلا انت عندك فيزياء تذاكرها، وكمان حط عليها مثلا شويه فرنساوي، حل انجليزي، بوكلت عربي. لا، اللغات دايما الحاجات اللي بتبقى حلها بسيط ومذاكرتها مش بتبقى كتيره او تقيله. فحاول نعمل كده ويكون في هدف كبير وهدف اساسي. حتى لو ما خلصتش هنقول لكم في الاخر، بس انا هقول لكم بالظبط انا عملت ايه، فاصبروا. وما تقلقش، الوقت هيبقى فيه بركه، لان ما فيش دروس وانت كمان فاطر وواكل وشارب، وما نتقلش في الاكل يا جماعه. بالنسبه بقى للبنات اللي بتروق الشقه، انا ما كنتش بعمل اي حاجه خالص. انا كنت معتزله في اوضتي، وكمان كان فيها سرير، يعني ما كنت معتزله اعتزال تام، ما كنتش بعمل حاجه خالص. البنات اللي بتروق الشقه تقعد على جنب هنا كده، والبنات اللي بتروقش زيي تقعد على جنب هنا تاني كده. بصوا يا جماعه، اللي بتروق الشقه على فكره يعني انت كده بتاخدي حسنات، فمش مشكله. لو انت كبيره مثلا وتساعدي مامتك ما فيش مشكله خالص ان تروقي عادي. انا كنت بضيع الوقت بقى، احنا بنضيع وقت اصلا. البنات بقى اللي بتروق الشقه اللي احنا قعدناهم على الجنب ده كده، انت تكون ليك يوم الوقفه واول يوم العيد اجازه ليك، اول يوم العيد اجازه للكل اصلا، تمام؟ فيوم الوقفه واول يوم العيد اخرك يوم الوقفه، بلاش اكتر من كده. يوم الوقفه واول يوم العيد. ولكن قبل ما تعملي اي حاجه تكوني مخططه لاسبوع العيد، يعني مثلا تكوني جايبه ورقه وقلم كده مخططه لاسبوع العيد، بحيث ان مثلا تروقي وتعملي اي حاجه وانت ضميرك مرتاح، مش ضميرك بيأنبك مثلا ولا اي حاجه. يا جماعه اسبوع العيد اتخطط له قبل العيد، لو كنت لسه في اخر رمضان كده يعني قبل العيد حاولوا تخططوا. او لو بتسمعوني في اول يوم عيد او تاني يوم عيد، ايا كان الوقت بتسمعوني فيه، حاولوا تعملوا الجدول بتاع اسبوع العيد بدري بدري يعني. واول يوم العيد اجازه للكل، ده عيد يا جماعه، ما ننساش بجد ان ده عيد. ولكن مثلا بالليل طبعا خلاص تعودت على السهر، يعني الناس اللي يعني لو في نوم يا ريت تنام. يا ريت يا جماعه لو حاولوا تنظموا وقتكم وتنظموا نومكم بقى، عشان الامتحان الساعه 9 الصبح. مش هتروح الامتحان وانت مطبق. يعني انت امتحان بتذاكر له بقالك 11 شهر، مش هتروح انت مش نايم ومش فايق ومش مركز. ده امتحان يعني اسئله نظام جديد، يعني محتاج تركيز. فيا ريت لو احنا نظبط نومنا. لو كان في نوم اول يوم لو اول يوم عيد بالليل نام. لو في عيد مثلا خلاص عيد. لو مفيش اي حاجه اقعد ذاكر، مش جاي لك نوم ما تحاولش تنام. انا كنت يا جماعه اللي كانت بتخليني اعيط، كنت بخليني متضايق ان انا كنت بستنصح على نفسي اقول ان انا اروح انام ومش عارفه ايه، وبقعد مثلا بساعه او حاجه على السرير وما بعملش اي حاجه. فده كان بيضايقني، جدا. فما تعملش كده. جيت تنام 5 دقايق 10 دقايق ما نمتش، قوم على طول، قوم. ما تخليش الشيطان يضحك عليك ولا نفسك تضحك عليك. ما جالكش نوم قوم، مش فاضيين احنا للكلام ده. اسمعوا بقى انا عملت ايه. عيد السنه اللي فاتت كان 1/5، احنا نبدا من 30 رمضان، يعني اللي هو اليوم اللي قبل العيد ده اللي هو يوم الوقفه. انا كنت عملت ايه بالظبط بقى؟ كنت كاتبه في النوتس، شفت النوتس بتاعتي كنت كاتبه فيها ان انا عايز اذاكر الاتزان والكهربائي في الكيمياء، عايز اذاكر باب الاتزان وباب الكهربائي في الكيمياء. كنت بدات مذاكره الساعه 1:30 و6 دقائق، خلصت 4:30 ودقيقتين. يعني الاتزان كان في ساعتين وثلث، طبعا ده مش وقت طبيعي. انا يمكن ده كان حل
او يمكن مثلا ده كان جزء من الاتزان، او يمكن كنت راجعت عليه قبل كده وكنت باكد عليه. ده مش الطبيعي الباب اول مره اذاكره، لا طبعا كنت ذاكرت، يمكن ذاكرت قبل كده اصلا، مش فاكره، انا مش فاكره بصراحه. هتعرفوا دلوقتي من الباب اللي بعده قعدت فيه قد ايه. وبعدين بعدها دخلت في الكهربائي على طول، يعني انا مثلا كنت خلصت 4 ونص دقيقتين، قول 4 ونص و5 دقايق مثلا كنت دخلت في الكهربائي على طول، ما حبيتش اخد بريك، او يمكن اخدت بريك مثلا حاجه بسيطه وقمت، مش فاكره مش بص مش معايا الوقت. فاخدت بريك وبعد كده مثلا رجعت كملت، دخلت فين في الكهربائي. كنت وقتها طبعا ما كملتهاش، وكنت بتكلم مع اصحابي، كنا بنتكلم يعني في شات وكده، علشان احنا كنا هنتجمع اول يوم عيد، وكده. فكنت بتكلم معاها، طبعا كانت نفسيتي كانت زي الزفت، مش عارفه ليه كانت نفسيتي وحشه قوي. انا فاكره اليوم الحزين ده والله. بس تكبيرات العيد كانت بتفرحني، يعني كانت تكبيرات العيد كانت بتفرحني، وانا كنت قاعده بعيط برضه. فما خلصتهاش، وبعدين جه بالليل قلت بقى ان شكلي عايزه انام، كنت بستنصح على نفسي يعني. فدخلت بقى على السرير، جالي ارق رهيب جدا، قعدت بتاع ساعتين ولا حاجه، قعدت كتير وما نمتش. وبعدين قمت عاندت مع نفسي، قعدت اعيط شويه، مش مشكله تعيط يا جماعه، عيط عادي. وبعد كده عاندت مع نفسي، قلت انا لازم اعمل اي حاجه ومش هضيع اليوم اللي ضاع ده مني تاني. فعملت جداول الاسبوع اللي قلت لكم عليها دي. وكمان رحت قمت خلصت الكهربيه، قعدت اخلص الكهربيه، قعدت اذاكر لحد الصبح. طبعا انا مش حابه حوار ان انا لحد الصبح ده، بس كنت مضطره، ما جاش نوم، اعمل ايه، اذاكر، انا هعمل ايه يعني، اذاكر بقى. قعدت اذاكر لحد الصبح. وطبعا ما كانت صلاه العيد جت وكده يعني، بس ما صليتهاش، كنت عايزه انام ما قدرتش. بس طبعا ده كان انجاز ليا بالنسبه ان انا ما عملتش اي حاجه، وبعد كده فقت يعني كنتش عملت اي حاجه. وبعدين لا، قمت وعاندت نفسي وكملت. انا كنت ذاكرت في اليوم ده 9 ساعات، كنت ذاكرت في اليوم ده 9 ساعات، شيلوا منهم ساعتين وثلث التزام وباقي كهربائي بقى. عشان اقول لكم ان الالتزام ده ما كانش اول، يعني اكيد مش اول مره اذاكره يعني. فانا بجد كنت مبسوطه ان انا عملت مثلا، انجزت، ما كنت نمت على طاير بس قمت انجزت. انا فاكره اليوم ده بجد، قمت انجزت. وكمان عملت فكره جداول الاسبوع اللي قلت لكم عليها، وفضلت ماشيه عليها لاخر السنه. فالحمد لله كانت من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها، واكتر حاجات الصح اللي انا عملتها اصلا. اول يوم بقى صحيت عادي جدا، صحيت بعد الظهر تقريبا كده، او الظهر يعني، بعد المذاكره دي. بعدين بقى قلت البس بيجامه العيد بقى واعيد، ولا احس باي عيد مع الناس اللي بتعيد هناك ديت. وقعدت شويه يعني مع اهلي، وبعد كده بعدها على طول لبست ورحت معانا، ما لحقتش اقعد يعني. لبست ورحت مع اصحابي يعني عشان نتجمع وكده. في ناس بتقول لي نخرج في العيد ولا لا. بصوا يا جماعه، لو انتوا حابين الناس اللي انتوا تخرجوا معاهم، حاسين تكونوا مرتاحين، اخرجوا طبعا. انا قلت لكم كده اول يوم عيد لازم يبقى عيد يعني، ده اصلا دي سنه يعني، هو عيد. لو انتوا حابين الناس دي اخرجوا معاهم مش مشكله، لو لا خلاص ما تخرجوش، واقعد مثلا اتفرج على المسرحيه بتاعت كل سنه، او اعملوا اي حاجه. ويعني بلاش تخرجوا في العيد عشان العيد بيبقى زحمه. اقعدوا واتلموا في بيت واحد واطلبوا اكل واعملوا اي حاجه وتهيصوا مع بعض، يعني في بيت واحد احسن، تلموا في بيت حد يعني. انا بحب كده بصراحه. وبعدين بقى رجعت بالليل، وكان عندنا ناس، قعدت معاهم شويه، وبعد كده يعني ايه، مش فاكره انا عملت ايه بالظبط بصراحه يعني. تقريبا كنت رحت انام وقعدت برضه اعيط نفس العياط وكررت نفس الموضوع تاني. انا مش عارفه، بس انا ما ذاكرتش في اليوم ده، مش مشكله، انا كده كده كنت ذاكرت اصلا، اللي هو بالليل ده، اللي هو ليله العيد دي، كنت قعدت اذاكر فيها، فخلاص مش مشكله، وكده كده بريك يعني. تاني يوم بقى بدايه الجد يعتبر، رحت عند قرايبي. تاني يوم لازم اروح عند قرايبي. رحت عند قرايبي بس ما طولتش خالص يعني، رحت ورجعت على طول، ما طولتش. وفي اليوم ده ذاكرت فيه 7 ساعات في نفس الوقت. رحت عند قرايبي على فكره ونمت برضه. يعني رحت ذاكرت 7 ساعات. انا مكتوب في النوتس ان انا ذاكرت 4 ساعات فرنش فرنساوي. انا مش عارفه قعدت بعمل ايه، مش عارفه بعمل ايه في 4 ساعات فرنساوي، انا مش فاهمه، مش فاكره بصراحه بعمل في ايه ده. وكانت 3 ساعات فيزياء الباب الاول. ولكن يا جماعه ده مش اول مره اذاكر في الباب الاول، انا كنت بذاكره في رمضان، كنت ذاكرت الفيزياء في رمضان. ولكن انا نسيت اقول لكم في اول فيديو، المستر بتاعنا كان عاطينا مذكره اسئله على كل باب. انا كنت عامله حسابي ان انا اخلص المذكره دي مع العيد، يعني العيد يخلص المذكره تخلص، المذكره بتاعت كل باب دي، فبالتالي الفيزياء كلها تخلص معايا. كان المذكره، كان كل باب عليه اسئله في المذكره دي. كنت ناويه ان انا اخلصها بصراحه، يعني في العيد يخلص المذكره تخلص، والحمد لله يعني، بس مش قوي. وكمان يا جماعه على فكره، انا كنت مذاكراه في رمضان، فلما كنت براجع من الكشكول بتاعي في 10 دقائق ربع ساعه كانت الباب يخلص. الكشكول بتاعي اللي انا نزلت لكم على قناه التليجرام، برضه نسيت في اول الفيديو. قناه التليجرام يعني اللي انا نزلت لكم ده، كنت راجعه فيه 10 دقائق ربع ساعه، كان اجمد حاجه. كنت بحب الكشكول ده قوي. وكمان عايزه اقول لكم حاجه، لو اول مره تذاكر الفيزياء مثلا مفيش مشكله تخليها لوحدها الاسبوع ده، بس يعني تحاول تنجز لان ماده في اسبوع او ماده في يوم اصلا بتمل. فممكن تحط معاها برضه بوكلت عربي، مش حاجه يعني، حاجه بسيطه كده. استمريت بقى في الايام اللي بعدها طول ما كان عندنا اجازه من الدروس وكده يعني. بس برضه يا جماعه ما كانش على طول في انجاز يعني. ثالث يوم العيد مثلا كان فاضي، مالوش دروس ولا اي حاجه، كنت ذاكرت فيه 5 ساعات بس يعني. اللي هو مش على طول يبقى فيه انجاز يعني، مثلا يوم يبقى يجي معاك، ويوم لا، يوم تبقى نايم، ويوم لا، يوم كده ويوم لا. المهم بجد النوم ازمه في حياتي، هو ده المهم. الهدف من العيد انه عيد بس هو اول يوم بس، وبعد كده تفوق لهدفك ومستقبلك واللي مستنيك. ان فعلا عيدك الحقيقي لما تحقق حلمك والسنه دي تخلص على خير ان شاء الله. ما ننساش بجد ان احنا نستغل ايام العيد جدا جدا. وكمان عايزه اقول لكم ان مذاكره الفيزياء انا على فكره ما خلصتهاش او ما لحقتش اخلصها، بس يعتبر كنت مذاكره يعني، كنت مذاكره بس مجرد الحل يعني. ولكن برضو ما لحقتش اخلصها. ولكن لما كنت طبعا متضايقه وزعلانه،
ولكن لما رحت للدروس واكتشفت ان انا سابقه بكتير جدا، سابقه كتير جدا، ناس كتيره جدا يعني ما كانوش بدأوا او بدأوا في حاجه بسيطه، والمستر كمان قعد يحل فيها ايام كتير كتير، وانا كنت خلصتها في اسبوع واحد بس. وزي ما قلت قبل كده ان المراجعه طالب مش مدرس، يعني مثلا انا وقتها قعدت احل شامل، قعدت احل شامل كتير، هم كانوا لسه بيحلوا فين في المذكره دي، وكانوا لسه بيراجعوا على الابواب، وانا كنت خلصتها في اسبوع واحد بس. المدرس هيمشي ببطء، انت سرع وشد مع نفسك وما تستناش اي مدرس ابدا. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديده. باي باي.